طريقتي. السؤال الأول: كم عدد الصلوات المفروضة؟ يعني بالله عليك هذا سؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. طبعا أنا شجاب المواصل وأنت بتجابرهم أنت. المهم بداية الفيديو أشتركوا هذا الفيديو تفجروا أمه لايكات. عبدكم ننزل لكم فيديو ساعة كل مرة، ما بننزلش لأنكم ما عاد بتفاعلوا. خلاص قد تفاعلت أنت كلك. المهم زي ما قال لكم البراء بداية الفيديو ما هو نصلي على رسول الله ويلا مع الفيديو. عندي وفي ذمتي للمذكور أسماءهم بعد اليوم دنيا غدوة آخر واحد بلي ذمته. لصاحب البقالة 25,000 ريال. للمقوت غيلان 25,000 ريال. للمقوت حمادي 15,000 ريال. ولو نقات هذا كله مكلع وبغيره لكن قد يذمه. وعندي للمرنج 35,000 يابا ريال. قال لك المرنج تدي زلط الباقي اللي عندك. المرنج؟ أيوة. يعني هذا صلبت والارض رحله كلها بما بحدوا. يعني يكذب؟ ماشي لح. ايوه كذب ما فيها. على اساس انك ما بتكذبش يا ولدي. انت كذاب ابن كذاب. أيوة كذاب ابن كذاب. قصدي يابا يعني الكذب حرام. حرام. الحرام اللي يفعلها المرنج في ابوك يطلع يخنق ابوك بس زلطه. كل ما بحدوه صابح وقول يا الله يرضاك اليوم. صابر يابا شو اقول لها بما بحدوا. ايوه وترجع تذاكر تكمل تحاكي الرجال وترجع تذاكر. حرام ما تدي نطه. يلا تمام يلا سريع. بشير مو قلب. قال لك حبيب ما بحدوا. ما هو ابو قال انه ما حلوش. انا قلت ايوه كذب لك فينا. انا قلت يعني ابوك كذاب وانت زدت كذاب. الحين نعم انت ما فهمتنيش. انا قصدي اقول لك حبيب ما بحدوا. هيا يا ما بحدوه. قل لابوك يبطل حق اللف والدوران ويندي بياسي ماشي شاوقش ابوه يقاش. سدوه يدخل كل ذا الحين. هذا على سدوه. ما هو يابا ذاكرت. عاد انا كنت نافع امي. كملت نافع امك. ايوه هيا قم ذاكر. تمام. تمام. يلا سريع. مذاكرة. العلم نور يستنار به. يابا كملت اذاكر اخرج العاب. أسرع قد كملت ذاكر. كيف مسرع يابا؟ قضالي ساعة بين ذاكر. ساعة بس يا ابني. على أيامنا كنا بنذاكر 24 ساعة. 24 ساعة؟ الحين كنت تاكل تشرب وتخطى المدرسة. مالك يابا على ما بتقول 24 ساعة؟ احنا هذيك الايام كان على ايامنا الوقت 28 ساعة. يعني كيف يابا؟ تشيني ذاكر 24 ساعة؟ ايوه ليش ما يوقع بك؟ يقع بيفتك في عقلي من كثر المذاكرة. والله ما يوقع بك شيء. انت لا قم الحين ذاكر. قم. ما هي حسبنا الله ونعم. ايش بتحسبين على ابوك؟ ولا شيء عم ذاكر. يلا احيد يلا قم ذاكر سريع. يابا يا احسن اب كملت اذاكر. قد ذاكرت الكتب من اليمين لليسار ومن اليسار لليمين. عملت تطب نفسك. رجال بني رجال. هيا ما دام ذاكرت من اليمين لليسار لليمين الباقي ذاكر من تحت لافوا. من تحت لافوا؟ هذا بنرش عمدا ما عادش مذاكره. ايش بتقول؟ ولا شيء. تعال ما تعال. ما قلت ما زبشت. ايش عترش معه؟ بابا وماما صح. ضعين الحروف. بتسبيش على ابوك يا حمار. انا يا ولدي لو منصحك للمذاكره ولا العلم لمصلحتك. الكتب هولة والمدرسه والعلم هنا اللي خارج انك في حياتك. الا صحيح. ايوه هيا قم ذاكر. قم يلا. انجز نغرسه مذاكره. هذا حمار ابن لا ابوه مش حمار هو حمار. بسم الله يا محسنين. الله كريم يا اخي لو سمحت. نقول لك يا اخي الله كريم. انا بغير صبح وغدا وعشاء من امس. ليش عاد عايش لو انت عايش هنا. الحين يا حج لو سمحت اللي صدق انا جاوب. وانا جاوب اخص منك بشركه بقدنا. السلام عليكم ورحمة الله. كملت تصلي؟ الحمد لله. يرحمك الله. هي شيل الكتاب وقوم ذاكر. A few moments later. أهلا بابي وروحي. هيا يا ولدي قوم ذاكر. وانا ما بنفعل بنتحمل انا بني ذاكر. ايوه رجال اهم شيء انك تكمل ذاكر يا ولدي. واخرج العب. ماشي برضه ارجع ذاكر. تمام ذاكر يا ولدي. ذاكر وانت فاضي وانت راقد وانت اهم شيء تذاكر. تمام يلا ذاكر.
ما هو هذا من أب ذلني ذاكر حسسني إني قاعد أطلع عالم ذرة. حرام موقع حتى ذرة من هولك كذا. أقوم أفعل لي غفوة ساعة قبل ما يجي يقول لي ذاكر. أيوة يا سلام. وهذا بقى باقي التلفون. إن شاء الله الماء والبيبسي من عندهم من هناك. بسم الله. لحظة أنت ساير. ساير يا خزن لي الماء. ما أبي ساير أجلس ذاكر. أجلس ذاكر وبعدها قدك رجال بتوقف أبوك تقول له يجلس. الحين أجلس ذاكر ولا حرام لا يصير أقول لأمي قدك داري ما يوقع. ماله نجلس نذاكر ونسمع ما تشتي. وهذه جلسة وبعدها ما بتقول أتذاكر لك ما أتذاكر لي. رتيتني صف أول لكن يلا عند بسرك لن أتوصل. ما تشي ذاكر لي. أنا ذاكر لك بطريقتي. السؤال الأول كم عدد الصلوات المفروضة؟ يعني بالله عليك هذا سؤال تسأل به أبوك تسأل به هذا الشخص الماثل أمامك هذا يدرى به الجاهل. كم 5 صلوات يا تنح. يستر عليك. طيب متى آخر مرة صليت؟ وما دخلك اوعى تحاسبني وتعاقبني انت أمي صح؟ لا ماشي ما بالله جاوب. اجاوب. كم يعني قلت لي هكذا فترة. طيب ليش ما تصلي؟ ليش ما اصلي؟ يعني زالت عندي انشغالات يعني على كسل وبعدها وبيني وبينك هو عمل ابليس هذاك الملعون. والله ما ابالي سلحنا وبعدها بقى انت اللي تحاسب على عملك مش ابليس. انا داري يا ولدي بس بيني وبينك خلاص من غدوة ان شاء الله ابدا اصلي من غدوة. وايش ضمنك يا ابا انك حتعيش لا غدوة؟ الموت يجي فجأة وبعدها ما ينفعش الندم وقتها عيجوك طوية صفحة اعمالك. اي والله يا ولدي انك صدقت ما حد ضامن العمر لكن من اليوم ومن هذه اللحظة ان شاء الله صلاة في جماعة وفي الجامع. الله يسعدك. السؤال الثاني ماذا تعرف عن حق الأجير؟ حق الأجير يعني يا ولدي بالبلدي ادي للشاقي شقاه ادي حقه عامل افتهم لك يا ولدي. يا سلام عليك. خلص يا بلش ما تدي الإجرة حق المرنج وقدام 3 سنين بيلاحقك. ما دخلك انت يا ولدي قالوا لك انك وكيل آدم على عياله. الوكيل الله بس يا بان شكلك مش عارف ما قال الرسول 3 أنا خصمهم يوم القيامة من بينهم رجل استأجر أجير فاستوفى منه ولم يعطيه أجره وانت يا با اظنك ما تشي تقع خصم الرسول يوم القيامة. اعوذ بالله حاشا وكلا صلوات الله عليك يا رسول الله. احنا بندوري يوم القيامة يشفع لنا عن خلي خصيمنا. خلاص يا ولدي وعد ان شاء الله ادي لهذا المرنج حق من الريال لا اخر ريال. الله يحفظك. السؤال الثالث ما هي الأرحام؟ الأرحام سهلة. الأرحم يا ولدي هنا الأقارب من ناحية الأب والأم يعني الخوات العمات الخالات. أنا داري من معي أبو المفهومية كلها. طيب يابا الحين آخر مرة زرت عماتي اللي هن خواتك؟ متى آخر مرة؟ يعني نقول هكذا قبل 2 3 بعدها قد أنت داري يا ولدي إيش القصة يعني مشاكل من هذا الخبر. ولو بالمشاكل أنت داري ما قال الرسول يابا لا يدخل الجنة قاطع رحم وقطع الأرحام كبيرة من الكبائر وانت يابا سامح اليوم دنيا وغدوة آخرة. والله انك يا ولدي اليوم اديت الكلام الحق ولو انك قلفت ابوك لكن اديت الكلام الحقيقي والصح. انا اول كنت اقول لك يا ولدي ذاكر العلم الكتب وفلتنا اكبر كتاب اللي هو اعظم كتاب القرآن الكريم وفلتنا تعاليمه وهو دلنا على حق الأجير ودلنا على الصلاة وعلى الزكاة ودلنا على صلة الأرحام. بدل ما تحب راسي حب راسك أنا. أنت يا ولدي فاهم في العلم الحقيقي علوم القرآن. تعال حب راسك الله يحفظك يا ولدي. قم قامت قيامتك نصيح لك من أول متوفي خلاص قم ذاكر. يا بوس مذاكرة لكن كده عم ذاكر ما عاد نفهم. أيوة أهم شيء أنا شاسد الحين أصلي مغرب وأسدد المرنج أرجع وقد صليت وتذاكر تمام تصلي وتذاكر تمام يلا. كيف لا ما حيصلي وحيصير يسدد المرنج شكلك كان معي في الحلم.